اجي نوريك كيفاش تصايبي الكتف د الغنمي مشوي في الفران بطريقه سهله بلا ما تحمقي راسك بكثره التوجد والمقادير. كتاخدي الكتف كديريه في الطاوله اللي غطيبي فيها وكتزيدي عليه البصله مقطعه طويله بحال هكا وكتزيدي زيت الزيتون. من بعد كتزيدي التوابل اللي عجباتك. بالنسبه لي انا شنو درت هذا الملح المنسم اللي فيه ملح الهيمالايا مخلط مع الزعيطره والازير وبزاف د الاعشاب اخرى كيعطي نسمه زوينه. ودرت شويه ديال الشرموله ديال الشوا، وهادشي كامل اختياري. هاد الشرموله حتى هي زوينه كتعطي ديك النكهه ديال الشوا وفيها قزبر حبوب وفيها بزاف د الاعشاب اخرين. درت شويه ديال الكاري، والمهم العطريه كتبقى اختياريه. الكاري ما كترتش منه، درت غير شويه. ودرت ورقات اولا داك ورق الغار. ودرت ايضا هاد شويه ديال الزعيطره، ممكن ديروا الزعتر اللي بغيتو. ما عنديش الزعتر درت زعيطره. والبزار هنايا غادي نحبس التصوير حيت ما يمكنش ليا نصايبها بيد وحده. المهم درت غير شويه ديال البزار، من بعد زدت شويه ديال التحميره حتى هي. وغادي ندير شويه الزعفران الحور حتى هو اختياري طبعا. ما درت ولا في الماء حتى حاجه، درتو نيشان غير واحد الشعيرات هكا، واحد 4 5 الشعيرات بحال هكاك. المهم غير شويه. ومن بعد غادي نمعس داكشي كامل وغادي ندخل هذيك الشرموله هذيك المهم ديك العطريه مع ديك البصله في هذاك اللحم راه مفلح من قبل كيف ما شفتوا. وهذيك البصله كنحاول نضغط عليها مزيان باش تطلق الماء ديالها وتدخل في اللحم. هذا ما كان صافي، هادشي اللي كاين، ما كتزيدوا حتى شي حاجه اخرى. ما يحتاجش تبلوه ليله قبل، ولا ممكن تصايبوه به فيه تدخلوه الفران. بطبيعه الحال في هذا الاثناء انا راه شعلت الفران قبل ما نبدا في هذا الشيء. المهم سخنته مزيان على 280 درجه، شاعل الفوق والتحت والفرفاره. ما عرفت علاش الكاميرا كدير بحال هكا في هذا المقطع. المهم دخلته غادي نخليه ربع ساعه بحال هكاك في الفران شاعل الفوق والتحت حتى تحمر الجلده ديالو، حتى ياخذ هذاك اللون الذهبي كيف ما شفتوا معايا. شاعل الفوق والتحت والفرفاره حتى هي ضروري. وديروا 220 240، المهم ديروا الماكسيموم في الحراره ماشي مشكل. وخليوه واحد ربع ساعه حتى يتذهب كيف ما شفتوا معايا، غير ياخذ هذاك اللون يتحمر غير شي شويه. من بعد غادي تزيد شويه ديال الماء يكون غليان، تقريبا واحد الكاس ديال الماء. وغنرجع هذاك الكتف للفران، غنغطيه هي الاولى بالبابي الومنيوم ونرجعو للفران. بالحق غادي نقص لدرجه الحراره، هاد المره غادي نخليها على 140 درجه. المهم هو من بعد ما غلفتو رجعته تاني للفران، كيبقى شاعل الفوق والتحت كما خليته في الاول. كنبدل غير درجه الحراره، كيبقى الفوق والتحت شاعل والفرفاره حتى هي شاعله. ودرجه الحراره كنخليها 140 درجه اللي هي درجه مهيله بزاف. وغنخليه 4 سوايع كيطيب حتى كيدخلوا الطياب مزيان وكيولي بحال الزبده، واللحم كيتفرق على العظم بسهوله. من بعد ما طاب قدمته، جا هذا هو الشكل النهائي ديالو. جا صراحه زوين وفيه نكهه زوينه. قدمته مع شليضه، درت غير شي حاجه خفيفه. ودرت معاه حتى وخيزو حتى هو درتو غير في اير فراير. ودرت مع هاد اللعيبه حتى هما فورتهم. وهذا ما كان. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء.